السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جبنا لكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ باذن الله هناخد جولة بقى في اسعار الاضاحي باذن الله. النهارده احنا النهارده في المنشية سوق الميدان بدايته كده، من هناخد التفاصيل والعنوان والارقام وكل الحاجات دي والاسعار. الاول نرحب بحضرتك. ازي حضرتك استاذ محمد؟ عاوزين بقى نعرف انواع الخروف ده ايه والاسعار وارقام التوصيل والتليفونات والحاجات دي كلها. بس طبعا انا ما بشتغلش غير في البرق. اه البرق الحر زي ما انت حضرتك شايفه كده. اه بص الخروف اه وليته صغيره. ليته صغيرة. تبقى اللي هي صغيره. اه يعني دوت 80 كيلو. 80 كيلو. 85 كيلو. 80 85. تمام. ده عامل الكيلو عامل كام بقى؟ الكيلو قايم عامل 275. الكيلو قايم عامل 275 جنيه. في موازين طبعا اقل من كده. وفي موازين تانية اقل من كده. يعني دوت مثلا كده 48. اه الخروف الصحراوي ده يعني يعتبر افضل انواع الخروف. لان بيبقى المرعى بتاعته في الصحراء بيبقى منطلق، ما بيبقاش فيه زريبه، ما فيش. اه بيبقى المرعى بتاعه بياكل عشائش من الارض. اه فبيكون كمان يعني مش تقيل زي الخروف التاني. مبيبقاش زفر. مبيبقاش فيه ريحه الزفاره زفارة. بتاعت الدون. اه وبتبقى لحمته بتكون حمرا شوية عن لحمته بتكون لحمته حمرا شويه اه عن البلد. عن البري. ودلوقتي اصلا الناس كلها بقت عارفه البرق دوت، وبقت بتطلبه بالاسم. اه بيتاخد بقى. يعني مين حضرتك اللي بتذبح بقى ولا ايه؟ هو بيبقى فيه بيبقى لو بيجي ياخد مثلا، بيعلم النهارده مثلا، بيعلم الخروف يدينا عربون. ايوه. ويجي مثلا يوم ما يجي يذبح بيجي يوزن، أيوة. ياخد حاجته. جميل. طيب ماشي. فين بقى عنواننا هنا بالتفصيل علشان خاطر اي حد يجي يكون سهل عليه ان هو يوصل؟ سوق الميدان، منشية من شارع النصر، متفرع من شارع النصر. في وش محلات الشهاوي قصر السعادة. في وش محلات الشهاوي قصر السعادة. رقم التليفون برضه لو حد تواصل 010 اه 95 اه 808 808 979. 979. تمام. إيه... طيب لو حد بقى عاوز يعني حاجة تانية غير الخروف يتواصل معاكم بقى، ده بيبقى بالطلب يعني، يبقى فيه عربون. عجول، حابب فيه عجول بنوري له صور العجول. حابب مثلا جيجان. طب صور. طب افرض هو عاوز يشوفها على الطبيعة، ناخده لو فاضي معاه الوقت، ناخده ونوريه. حي يعني كده. موجود تمام. طيب قول لنا كده برضو سريعا على العجول عاملة كام؟ العجول الاسعار 200 جنيه. 200 جنيه. 200 جنيه. الكيلو قايم 200 جنيه. طب المعيز بقى او الجدي والحاجات دي؟ 290. 290. وبتقولي في ناس بياخدوا بالميزان. في ناس بياخدوا بالميزان وفي ناس بياخدوا بالبيع والشراء، بس بيبقى انا بفضل البيع والشراء احسن. ليه بقى؟ يعني بيبقى الموضوع فيه سماحه في البيع، دي حاجه. الحاجه الثانيه في حاجات عنده هيقول لك لا دي بميزان ودي من غير ميزان. لان بيبقى ليه عليه فهو كويس، بيبقى مأكلها كويس. يعني تجنبا للغش. ايوه تجنبا للغش احسن ان احنا برضو الاكل والمرعى بيختلف. اكيد. اكيد. المرعى في ناس بتاكل سلاش، وفي ناس بتاكل، انما في ناس بتاكل ذره وبتاكل غله. ده بيفرق عن ده. هما هنا بياكلوا ايه بقى؟ ان هو بناكلهم غله وذره وتب. يعني عارفه بتقلبها، هات شويه علف كده. ماشي. بس الكلام ده ثقة يعني، أي حد إن شاء الله هيجيلكوا. مش هيمشي من عندنا تاني. مش هيمشي من عندكم تاني قولا واحدا. طيب إن شاء الله معرفة خير. هيجرب مرة مش هيبقى موجود في المكان. يعني الناس دلونا عليكم. بصي حضرتك الأكل إن شاء الله تكون مش أول مرة مش آخر مرة التعامل معاكم. بصي دي الذرة. وفي غلة، وفي قشر فول، وحتة فول. اه كل دوت طبعا ده بيفرق الحاجة عن بعضها.
لقيت بقى في خروف كده بيعطس غلة. بقى، انت بتقولي ان التعطيسه مش دي بيعطس، اه هو بيكح بيطلع. يعني بص حضرتك، اه قشر الفول ده مثلا، اه الخروف عامة بياكل، وبعد لما بياكل بيقعد، دي حاجة اسمها بيشتر، اللي اه هو بيطلع الأكل تاني اه ويمضغه. يمضغوا. بس فلما بيجي يطلع فيه حاجات بقى زي دي، قشر الفول، اه التبن بتاع الفاصوليا دوت اه يقف في زوره، ده حاجات صعبه قوي فبيكح. بصراحه. بيكح يطلعها عشان يمضخها. ايوه بس تمام. وما شاء الله الصوفه دي يعني بقى الناس بتاخدها وبتقدر تستعملها وكده، ولا هي في ناس بتاخدها وفي ناس بتطلعها بتطلعها لله؟ لان برضو الفرو ما بقاش زي زمان، ما بقاش غالي. يعني الفرو بقى ب 5 جنيه. ما بقتش. في ناس هنا هو من الجوامع بيلفوا بياخدوا الفرو. عشان انا ما عنديش خلفيه عن الحاجات دي، والدي هو اللي بيعيش في الحاجات دي. وفي التاني ده اللي هو من غير صوف ده، حضرتك بتقول ان هو بيكون ايه؟ ده مش صحراوي، ده مزرعه من هنا. مزرعه من هنا. فالناس بتختار بقى على مزاجها يعني. تمام. بيبقى في ناس بتطلب الحاجات دي بالطلب. يعني عايز مثلا خروف اللي هو زي ما بيقولوا في السنه كده، ايوه كبش املح. باقرانين، بيبقى بيحبوا القرون الكبيره. فاهماني؟ بحيث ان هو ايه، يبقى يقول لك دي هديه لربنا. ايوه طبعا، لازم تبقى علامه طبعا. فاهماني؟ ايوه حاجه زي كده مثلا. طبعا. كل الاضحيات بتكون ذكر. كل الاضحيات ذكر، وكل لازم تكون معديه 6 شهور. وتكون معديه 6 شهور. لازم تكون معديه 6 شهور. عشان اللي ما يعرفش برضو يكون ايه عارف. زعلان ليه؟ تمام ماشي. فين؟ ده برضه نفس الكلام. الطلب ده برضه بالطلب. طالبه حاجه كده بقرنين يكون قاصر. ما شاء الله. قاصر ده بالذات بيتجاب بالطلب. قاصر؟ بيبقى معدي السنه، معدي السنه. معدي السنه. ما شاء الله، اللهم بارك. بيبقى لقيته صغيره. غير الخروف البلدي بيبقى لقيته كبيره شويه، اكبر من كده. كبيره. دي مش هتعمل نص كيلو. بعد ما تتسلخ وكده مش هتعمل نص كيلو. قول لي بقى الاوزان. عندي الاوزان من اول 45 48 لحد 85 100. بس الحاجات العاليه دي بتبقى موجوده بالطلب. ما شاء الله. من اول 45 يعملوا فرنج كام بقى؟ يعني من حوالي مثلا الخروف بتيجي من 13000 ل 13000 ونص. واحنا طالعين. كل واحد على قد ما يقدر. ايوه. بس يعني انا دايما عارفه ان الناس بتفضل اكتر اللي هو العجول او كده. هقول لحضرتك على حاجه. العجول بتصفي لحمه. العجل بيبقى بيصفي، يعني في ناس بتخش شراكه في العجول. ايوه بالظبط. ما بيقدروش عليه. بيصفي لحمه اكتر من الخروف. ايوه. بس في ناس يقول لك لا انا هاخد خروف، هو الخروف على قد بيتنا. ما يقدرش انا الخروف بتاعي انا هاخد، فاهماني؟ محدش هيخش يشاركني فيه، ولا حد يبقى باصص لي في الحته اللي انا بالظبط، فاهماني؟ لان في كمان بتحصل مشاكل بسبب المشاركات والحاجات دي. فلازم يبقى في حد، يعني ايه اللي بيبقى بتشترك مثلا عائله. حد في صحاب. ناس خلاص بقى يعني بينهم تفاهم، مفيش هيحصل الحاجات اللي بتحصل. هو ايه، لو حد اخد حاجه مش مشكله كانها راحه بيتي. واحد يعني. يبقى في تسامح كده ماشي. اتشرفت بمعرفة حضرتك وشكرا جزيلا. مكانكم في اي وقت. ربنا يبارك فيكم يا رب. وحضرتك طيب. سعيد علينا وعليكم كده ان شاء الله. علينا وعليكم، اللهم امين يا رب، وعيد سعيد على الجميع يا رب. شكرا. السلام عليكم. هو هنا في صالة الألعاب اهو دي، وهنطلع كده قدام الشهاوي اللي هو بتاع السبوع والحاجات دي كلها، السعادة. في سوق الميدان بدايته يعني أوله. ادي اهو السوق قدامنا جنب عسل وطحينة. محمد وسعيد موجود جوه هنا، وادي صالح فتوح فول وفلافل وفيليب بيتاس. وفي اهو ده بداية كده الشارع. هوريلكم برضو من البداية، بداية السوق. ادي عز المنوفي، وادي قدامنا الميدان اهو.
بداية السوق من قدام الصينية دي او الميدان ده. طبعا قدام كده بيكون محمد علي، تمثال محمد علي للي جاي من على البحر، وبيدخل بقى لحد محمد علي من الجندي المجهول، او بقى مشاريع اللي هو اللي قدامنا اللي هي العالية دي مشاريع اللي بتبقى جاية من المحطة برضو، تقدروا تنزلوا قدام الميدان هنا. بس كده، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.